سبحان الله. اول مره يعني يا حموكش اخش عليك الصبح عشان اصحيك والاقيك صاح. الله، ومعيط كمان. هو ايه جرى في الدنيا يا ولاد لكل ده؟ ابعدي عني يا فوزية، اصل انا لسه شايف منام لا يسر العدو ولا حبيب. خير، اللهم اجعله خير. اياك بس تكون كنت متغطي كويس كده امبارح. احكي لي يا اخويا، فضفض كده وروي عن نفسك. بص يا ستي، شفت واحدة انما ايه جميلة خالص قوي جدا مطلقا ذلك. بتحاول يا اختي تقتلك وتاخدني وتطير. والله اعلم وان كانها كده في سبب مفتاح. طب يا حبيبي وماله؟ ما تهدى كده شويه بقى، مزعل نفسك كل الزعل ده علشان حلم؟ ده مجرد حلم يعني. ايه ما هو ده اللي منكد عليا. والله ما انا عارفه يا اخويا، انت بقيت منكد علينا على طول كده ليه؟ اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش ايام الخطوبه والفشار والضحك والهزار. بصي اصل انا ما عادش نافع معاه لا تفاؤل ولا تشاؤم. انا دلوقتي في مرحلة وماله. وماله وماله يا اخويا، انت حر. يلا انا نازله بقى، رايحه مع ماما المحكمه دلوقتي. الله، امك عليها قواضي. طب والله انا كان قلبي حاسس انك على رد اسبوع. لا يا حبيبي، امي رايحه المحكمه علشان ليها ورث. لا يا شيخ انا ما اقصدش. طب ده انتوا حتى انضف عيله انا شفتها في حياتي حبايبي. امر لله، مضطره اعديلك واملك ولو ان الدنيا ما عادش فيها امان. فعلا. وبمناسبة الأمان بيقول لك مرة واحد حرامي طلع علشان يسرق شقة فنزل يا عيني ملقاش الموتوسيكل بتاعه. والله يا اخويا انا غلبت معاك. المهم، الواد لمون ابنك عنده درس دلوقتي، والمدرس هيجيله كمان شويه، وكمان اصحابه هيجوا يحضروا معاه الحصه. عايزاك بس تبقى تطلع لابنك تبص عليه بقى ايه من وقت للتاني كده، كل شويه مره يعني. وكمان تبقى تسأل المدرس هو مستواه عامل ازاي. اديله بقاله كتير اهو بياخد درس والواد مش فالح وكل شويه يسقط. يا وليه انت بتوصيني على ايه؟ ده ابني واديني طالع اهو، هبص عليه واشوف، واذا كان على دروسه برضه هفتح بقه وابص عليه. اهلا اهلا يا بابا يا غالي. اتفضل يا حبيبي، منور الدنيا كلها ومنور اوضه السفره كمان. بقول لك ايه يالا، من غير محلسة وسهوكة، عايز ايه؟ خش في الموضوع على طول يا اخويا. يا كسفتي يعني، ده ايه الاحراج ده؟ بص بقى يا بابا، ومن غير مقدمات انا عايزه اكمل دراستي بره. وماله يا حبيبي، خلي امك تفرش لك في الصالة بس ما تبرد. ونبتدي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا رب نكون كده ذاكرنا الدرس اللي فات، مش عايزين نحرق مع بعض بنزين كتير. قول لي يا جزر، ما هي اخوات إن أن ليت لعل كيتا. ايه استنى عندك يالا، جبت منين كايتا دي؟ هي من أخوات إن يا أستاذ، بس من أم تانية. اللهم طولك يا روح. طب قول لي انت يا لمونة، ليه الدكاترة بيحطوا كمامة على وشهم وهم رايحين يعملوا اي عملية جراحية؟ حتى لا يتعرف عليهم الاشخاص اذا فشلت العمليه يا استاذ. احم كل الرجاله والشباب اللي وصلت لحد هنا في الفيديو والله منورين يا جدعان. البت قلقاسه كانت قالت لكم ان احنا هنشير فيديو يوم الحد، وهو النهارده الحد. احنا صدقنا. لازم بقى الكل يعمل لايك وكمان يحط كومنتات، بس قبل كل ده تبقى لازم مشترك في القناه وكمان مفعل الجرس. انا عايزكم بس يا رجاله تقدروا تعبي في عمل الفيديوهات دي، وكمان لازم تعرفوا ان دعمكم ليا هو اللي مخليني استمر في عمل الفيديوهات. وعلشان انتوا احلى فانزات ودايما مفرحيني باللايكات والكومنتات، انا مش ناوي اطول عليكم المره دي. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنزله يوم الاربعاء اهو، بنفوا بعدنا وكل فيديو بينزل في ميعاده. وقبل ما انسى، انا دايما بحط لكم لينكات الفيديوهات اللي قبل كده في وصف كل فيديو جديد علشان يبقى سهل عليكم توصلوا لاي فيديو قديم انتوا عايزينه.
اتمنى اللي ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي تحت الفيديو ويشترك ويفعل الجرس. يلا صباح موزس، سلام.